عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مطبخ هدى للأكلات السهلة والبسيطة واللي على قد إيدينا. النهاردة فيديو مهم لكل عروسة من معرض الصفطاوي، لكل ست بيت بتحب الجاز. في معرض الصفطاوي كل حاجة الأجهزة المنزلية. المنصورة شارع العصاغة متفرع من شارع العباسي أمام فندق في القاهرة. الشارع أمام مقلي في العباسي من ناحية مديرية الأمن. الشارع ده مشهور بكل أنواع الموبايلات. عندنا أرقى الموديلات وأشيكة وبأسعار مناسبة جدا. هندخل المعرض ونتفرج ونقول للأستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محمد. عايزك حضرتك اهلا بيك تعرفنا وتقول لنا اللطقم دي نوعها ايه وصناعتها ايه او الماركه بتاعتها ايه؟ الأطقم دي بتبقى عبارة عن كاسات، بتبقى 6 قطع، أو مثلا في أطقم شرابات 7 قطع، مثلا 6 كاسات بالدورة أو 6 كاسات بالقارورة، وفي طبعا برضو 6 كوبايات مية بالدورة. الكاسات دي بتختلف طبعا من حيث الصناعة. في ده أغلبه كريستال بوهيميا صناعة تشيكي، وفي طبعا فيها كاسات صناعة صيني، وفي كاسات إيطالي. فكل حاجة طبعا بتختلف حسب الشغل اللي فيها، من حيث الذهب او الشغل اليدوي او شغل المكن. كل حاجه طبعا وليها سعر معين. تمام. هي الحاجات ما شاء الله شكلها شيك جدا وباين عليها ان هي فخمه والماركه بتاعتها نظيفه اصلا، وبيبان على الحاجه من قيمتها اصلا. ما شاء الله كريستالات الكاسات الكريستالات دي تحفه. ده من ذوق حضرتك. وطبعا حضرتك احنا عندنا اغلب الحاجات كلها كريستال بوهيميا تشيكي اوريجينال. كلها معموله يعني كلها متصنعه في التشيك. في طبعا شغل متصنع هنا في مصر والناس بيقولوا عليه ان هو كريستال بوهيميا تشيكي طبعا، لكن مش كل كاس نلاقي عليه اللوجو بتاع كريستال بوهيميا تشيكي. ده ما يبقاش طبعا، مش اي كاس يبقى عليه اللوجو يبقى اصلي، لا، في كاسات مش اصلي وفي كاسات اصلي. فده طبعا ممكن الزبون ما يعرفوش، وبيجي عندي مثلا يشوف سعر عالي شويه فبقول لي لا ده انت اسعارك غاليه، لكن هو طبعا ما يعرفش ان الكاسات اللي هو بيشوفها بره دي اصلي او مش اصلي. فهو بيحكم من حيث السعر، او برضه بيحكم من حيث لما يشوف اللوجو على اي كاس. لا، اللوجو طبعا سهل انه بيتعمل. فكل حاجه لازم لما نروح نشتري اي منتج في اي طبعا حاجه، فبنشوف حد نثق فيه عشان نشتري منه، ونشتري منه الحاجات الاوريجينال الاصلي. تمام. سواء من عندي او من عند اي حد تاني، طبعا لازم نشتري من ناس ثقه وكلمتها تكون كويسه. هي ما شاء الله الاذواق جميله وكاسات عمليه، مش كاسات تتحط منظر في النيش كده وخلاص. طبعا دي اغلبها طبعا الناس بتحب تستخدمها في النيش اكتر عشان الشغل الذهب اللي فيها وكده. بيفضلوا يستخدموا اللي هو الابيض، اللي هو الحفر الهاند ميد. طبعا كل ده اللي بيبقى طبعا هاند ميد، مش شغل مكن. وفي طبعا بيبقى الحاجات اللي هي صيني طبعا بتبقى مش هاند ميد، بتبقى كلها شغل مكن، مش هاند ميد. احنا عايزين نفرج كل عروسه. الحاجات هنا جميله ما شاء الله، روعه بصراحه. هي فعلا مش هتلف ولا تروح يمين ولا شمال. عند معرض الصفطاوي زي ما قلت لها فيها كل حاجه وباسعار مناسبه وخامات بجوده عاليه طبعا. طبعا عندنا الاطقم القاروره دي عباره عن ازاز تشيكي مش كريستال تشيكي، لان طبعا في بيبقى فرق ما بين الاثنين. دي بتبقى عباره عن قاروره 6 كاسات، بيبقى طبعا شغل فيه ورد او وذهب. تمام. دي كلها طبعا اطقم للنيش، بتبقى كويسه جدا وبتدي شكل كويس. دي برضو اطقم قاروره برضو بكاسات طبعا بلاتينيوم او كل ده طبعا بيدي شكل جميل طبعا في النيش، واسعارها كلها طبعا كويسه. هي حاجات جميله ما شاء الله كلها بصراحه يعني، وخامتها باين عليها ان هي جوده عاليه اصلا. طبعا ده كريستال بوهيميا تشيكي. طبعا كل الشغل فيه هاند ميد، وبيبقى كله في تشيك. يعني في مثلا شغل معمول هنا في مصر، لا، هو اللي عندي كله تشيكي. ماركة بوهيميا كريستال طبعا ماركة معروفة كل الناس عارفاها. في برضو دي برضو باقي الكاسات برضو بتختلف برضو حسب في حاجة اسمها ازاز تشيكي، في كريستال تشيكي، في كريستال ايطالي، في كريستال صيني. ففي كذا حاجة، كل حاجة حسب الشغل اللي فيها وحسب الموديلات.
طبعا عندنا دي طبعا اطقم شربات بتبقى 7 قطع. طبعا كل دي كريستال بوهيميا تشيكي. طبعا بيبقى فيها داخل طبعا كل ده ذهب، وفي حاجات بيبقى فيها حفر هاند ميد طبعا هنشوفها دلوقتي. في برضو اطقم خشاف بتبقى 7 قطع برضو. كل الحاجات دي كريستال بوهيميا تشيكي. ما شاء الله الحاجه باين عليها ان هي قيمه اساسا والجوده كويسه، هو بيبان على الخامه وبيبان من شكل الحاجه اصلا. لا، ما هو طبعا في حاجات طبعا في هنا بتتعمل في مصر برضو بيقولوا عليها كريستال بوهيميا تشيكي، لكن طبعا هي مش كريستال بوهيميا تشيكي خالص. تمام. لكن كل الشغل ده تشيكي معمول هناك من ذهب وازاز وكل حاجه. تمام. دي مجموعه كريستال بوهيميا تشيكي بتبقى عباره عن طقم شربات 7 قطع، 6 كاسات بالقاروره، وفي طقم خشاف بيبقى 7 قطع، وفي اطقم كوبايات شاي او كاسات عصير بتبقى عباره عن 6 قطع، كل 6 قطع لوحديهم. وبيبقى في طقم شاي زي ده بيبقى 6 فناجين بالطبق بمرات بلبانه سكريه بيبقى 17 قطعه. برضو المجموعه اللي تحتيهم دي نفس النظام، كل حاجه برضو لوحديها بس بتبقى نفس الشكل. عباره عن اطقم شربات، اطقم خشاف، اطقم شاي 17 قطعه. كل ده كريستال بوهيميا تشيكي. الشغل كله هاند ميد طبعا، شغل يدوي مش شغل معمول هنا في مصر، لا كل ده شغل اوريجينال 100%. دي برضو طبعا نفس المجموعة بتبقى عبارة عن 6 كاسات لوحديهم أو طقم شربات بيبقى عبارة عن 7 قطع وطقم خشاف. محمد لو سمحت تعرفنا الأطقم دي ايه او نوعها ايه او عباره عن ايه؟ تمام. الاطقم دي بتبقى اطقم اسمها اطقم سفرة، او في ناس طبعا بتبقى مع اختلاف المسميات بتقول عليها اطقم صيني. دي بتبقى عبارة عن 66 قطعة او 120 قطعة او 125، بتبقى حسب العدد. لكن طبعا اللي هو 66 قطعة ده في برضو بعض العملاء بتفكر ان هو بيبقى ناقص قطعة، لا هو بيبقى في كل حاجة اساسية من حلة وبراد ولبانة وسكرية. لكن بيبقى عبارة عن الطقم الكامل بيبقى 12 طبق، لا الطقم ال 66 بيبقى 6 اطباق بس او 6 فناجين
كده، او 6 بولات شوربه. لكن هو نفس القطعه الاساسيه موجوده فيه. ده طبعا بيختلف بين مثلا ايه، شغل الذهب اللي فيه او تمام. او شغل البلاتين او الالوان. وطبعا كل منشأ بيختلف عن التاني طبعا من حيث الجوده وكده. في طبعا عندنا اطقم صناعه تشيكي، اطقم صناعه فرنسي، اطقم صناعه ماليزي، اطقم صناعه الماني، في ياباني طبعا. فكل حاجه بتختلف عن التانيه. ومش معنى مثلا ان مثلا اقول الياباني احسن من الماليزي او الماليزي احسن من الياباني، لا، كل بلد بتصنع لا خامة. بتصنع خامه او بتصنع شكل مثلا البلد التانية ما تبقاش موديل. تعرف تصنعه كويس. فكل حاجه متخصصه في شكل معين. وطبعا مع اختلاف الاسعار طبعا، الاطقم النص بيبدا اللي هو 66 قطعه بيبدا مثلا نقول من 3250. طب كويس، سعره معقول اهو. طبعا بيبقى في يعني في انا متناول. بسمع اسعار خياليه في القطوم الصيني دي لا، بصراحه. ما الاطقم الصيني طبعا كل حاجه ليها سعر معين حسب الشغل اللي فيه. وفي بعض الاحيان تجيلي مثلا عميله عندنا تقول لي ايه، الطبق الخفيف احسن من الطبق التقيل. لا طبعا دي فكره غلط. لا، انا عندي مثلا تشيكي ده طبعا صناعه كويسه، في ماليزي بيبقى اخف منه في الوزن. لكن طبعا ده مش دي مش شرط ان يكون الطبق علشان خفيف يبقى ده يعني مش شرط فعلا ما يكون طبق خفيف او تقيل. لا طبعا. الناس بتتخمف تقول تقيل يبقى هو الاحسن. لا طبعا. كل تمام. حاجه حسب الشغل اللي فيها. في ناس تقول ده الخفيف افضل، في ناس تقول ده التقيل افضل. لا، الحاجات الوزن دي ملهاش اي علاقه بالطقم يكون نضيف او لا. دي عبارة عن أطقم شربات أغلبها كلها المطبخ. بتبقى طبعا سعرها مثلا يبدأ من 250. اسعار مناسبة برضه. طبعا. بما إنها بتبقى المطبخ طبعا أغلبها كلها استعمال، بتبقى عبارة عن 7 قطع 6 كوبايات بالدورق. وفي طبعا برضو الكاسات بتبدأ من 230. كل الحاجات دي في طبعا حاجات فيها الذهبي تنفع برضو المطبخ وتنفع للنيش. كلها أسعار مناسبة طبعا، في خصومات لعملائنا طبعا. هو ما شاء الله معرض الصفطاوي في كل الاسعار. يعني اسعاره مرتاحه جدا بصراحه. احنا مركزين عن يعني الاسعار المتوسطه والاسعار العاليه علشان كل عميل يلاقي اللي يناسبه باذن الله. اللي يناسبه. تمام. ما هي دي من مميزات المعرض برضو، اللي تدخل تشوف اللي معاه فلوس كتير يعني تجيب الكميات المناسبه لها، الاسعار المناسبه لها. اللي معاش بتلاقي برضو اللي هي ايه محتاجاه. لا طبعا لازم نركز نشوف العميل عاوز ايه علشان نرضي جميع العملاء باذن الله. هي ما شاء الله يعني موديلات جميله وفخمه بصراحه.
دي اطقم صواني بتبقى عباره عن 3 قطع او قطعتين. بتبقى مثلا صناعه ايطالي وفي صناعه صيني. طبعا كلها بتبقى ستانلس 18/10. دي اسمها أطقم كاكاو أو أطقم قهوة، عبارة عن 17 قطعة. 6 فناجين بالطبق بوراد ولبانة وسكرية. دي ماركة ليموجيس الفرنسية. طبعا كله ده شغل دهب، وخامة طبعا ممتازة وماركة معروفة طبعا. أطقم شاي بجاتوه 24 قطعة، تبقى مكونة من 6 فناجين و6 أطباق و6 أطباق جاتوه صغيرة وطبق جاتوه كبير وبراد ولبانة وسكرية. دي في منها صناعة فرنسية وصناعة إيطالية وصناعة ماليزية. كله طبعا بيختلف من حيث الشغل اللي فيه ومن حيث الخامة. دي طبعا أطقم توابل أو أطقم البهارات، بتبقى عبارة عن 12 قطعة أو 7 قطع. في حاجات 3 قطع. في خامات بورسلين وخامات إزاز، في كذا خامة، وفي بلاستيك أكريليك.
دي اطقم توزيع ستانلس، تبقى عبارة عن 6 قطع. وفي طبعا اطقم توزيع تبقى سيليكون، وفي تيفال. هو انضف حاجه للسلس. اه تمام طبعا، بس الستانلس بيفضل يبقى مع الحلل الستانلس بس، لكن مثلا تيفال او جرانيت او سيراميك بنفضل التيفال او السيليكون، عشان طبعا عشان ما نحافظ على يجرحش الحلل. الحلل. تمام. وفي طبعا خشب برضو بيبقى يعني يفضل برضو بلاش مع مع التيفال او الجرانيت، ما كل يفضل حاجه لها مع الستانلس. استعمالها. اه طبعا. ما هي فعلا الحلل التيفال ما ينفعش تعملي معاه الستانلس. لا لا طبعا هتتجرح. وطبعا في بعض عملائنا تقول لي ده أنا الحلة باظت، فبعرف منها ان هي استعملت فيها معلقة توزيع ستانلس، فانا بقول لها ده بيبقى غلط من حضرتك. على دي برضو اطباق فاكهة ازاز وبونبونيرات ازاز، وفي اطقم جاتوه 7 قطع او اطقم خشاف 7 قطع. كل طبعا حاجة بتختلف في السعر من خلال الخامة، ازاز او كريستال، كل حاجة ليها سعر معين. دي شالات كحك وبسكوت، بتبقى عبارة عن 3 أدوار أو دورين، في بورسلين وفي إزاز. في برضو بتختلف من الخامة أو الصناعة بتاع، في إزاز ياباني وفي إزاز صيني. والبورسلين برضو بيختلف من حاجة لحاجة من خلال المنشأ طبعا. وده جريل دبل، ده تركي وفي موجود إيطالي. ده برضو كفر للفصل، نخليه دبل أو نخليه فردي عادي. دي ساعة نحاس. وفي دي أطقم شاي 4 مجات والبراد بتاعه. ودي مجات فردية برضو جميلة طبعا. وفي طبعا أطقم عشاء 24 قطعة، وأطقم تسالي، وأطقم شاي 17 قطعة من غير جاتوه. وفي أطقم عشاء تبقى 45 قطعة. عن أطقم أركوبال، صناعة فرنسي وفي صناعة إماراتي وصناعة هندي وصناعة صيني. ودي برضو عبارة عن أطقم أركوبايركس، كلها ماركة لومونارك، صناعة فرنسي أو صناعة إماراتي. طبعا في منها المدور والمربع مع اختلاف في الأعداد والأشكال طبعا. ودي أطقم بايركس طبعا كلنا عارفينها، منها الفامي والعسلي. وده طقم أركوبال. عبارة عن أطقم جيلي بالصينية، تبقى 6 معالق وست بولات جيلي وصينية. طبعا داخل فيها الذهبي، كلها ما شاء الله شكلها جميل للنيش والاستعمال برضو في نفس الوقت. خامة بورسلين. دي عبارة عن أطقم الستانلس حلل، أغلبها 5 حلل في الطقم. وفي أطقم بتبقى عبارة عن 5 حلل ومقلاية وكسرولة، كلها ستانلس 18/10، صناعة تركي. أسعارها بتبدأ مثلا 1700 واحنا طالعين بقى مثلا. في طبعا أقل، بس احنا بنجيب خامات يعني الكويسة، في أسعار أقل منها بس بتبقى خامات طبعا أرضى من دي. هي ما شاء الله الخامه باينه عليها اصلا. وفي معايا اللي حلة كركماز صناعة تركي، طبعا غنية عن التعريف، في ستانلس 18/10. دي صناعة تركي، دي من أجود الخامات في التركي، كركماز. ودي عبارة عن أطقم تيفال تركي وأطقم جرانيت. ما شاء الله خامات التركي جميله جدا. اه طبعا، بس احنا بنركز في رينج معين في السعر، يعني ما بنجيبش الخامات الرديئة
علشان مثلا نرضي الزبون بسعر قليل فنجيب له خامات رديئه. لا احنا وعشان تستحمل الاستعمال طبعا برضو. احنا جايبين الزبون بتاعنا والعميل بتاعنا خامات كويسه علشان ما يجيش بعد كده يزعل اشتكي من. منها تمام. يعني الحاجة النظيفة بتبقى كويسة بصراحة في الاستعمال. وفي طبعا عندنا دي طقم سافلون تركي، طبعا غني عن التعريف، ده من اجود الانواع في التركي. وده طقم نيوفلام كوري، ده برضو من اجود الانواع في الكوري طبعا معروف. وده هنا سيراميك نيوفلام كوري برضو، في منه اطقم وفي منه فردي.
أيها الإخوة تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون
سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن جولتنا النهارده يا استاذ محمد، بشكرك جدا على الجوله الجميله داخل معرض الصفطاوي. اتمنى لك النجاح والتوفيق ويكون اسم الصفطاوي في كل الجمهوريه ان شاء الله. شرفتينا والله، يعني ده شرف لينا طبعا. الف شكر. واحنا باذن الله عاملين خصومات وعروض لعملائنا، وباذن الله منتجاتنا تعجبهم باذن الله ان شاء الله. شكرا مع الف سلامه.